غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوج تقدم. الو 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 سلام ونعمه الو الدكتور. اهلا الدكتور ديفيد. ايوه اهلا وسهلا بيك، معاك ابو مريم من امريكا. الدكتور الو ديفيد اسمي ابو مريم وبكلم حضرتك من امريكا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك لعلك بخير. دكتور انا بخير نشكر ربنا. دكتور ديفيد، بس لو في امكانيه بسيطه، يعني حضرتك تخصصك ايه بالظبط في الطب؟ يعني انا تخصص امراض بطن وكلى، بس ممكن اتعرف بحضرتك على انا اسمي ابو مريم بتكلم من امريكا، بس لو في حضرتك عندي مريض في مصر يعني فانا بسال يعني. يا فندم، انا تخصص امراض بطن وكلى. امراض بطنه وكده. طيب ايوه لو في مثلا في واحد مريض مثلا الكلى بتاعته تعبانه، هل ممكن ايوه المفروض حضرتك بتكشف عليه هو شخصيا وبتعمل له اشعه هو شخصيا، صح؟ ايوه بالظبط طبعا لازم. لازم يعني ما ينفعش واحد غير يقوم بيقوم بالدور بتاعه، لازم يكون هو شخصيا. طبعا لازم معاينه المريض، دي حاجه مهمه جدا جدا عشان مصلحته طبعا، يعني علشان ناخد قرار صح من ناحيه التشخيص والعلاج. طيب دي حضرتك بالظبط زي انا مش هطول عليك، زي حضرتك لما لا يكون اتفضل. متشكرين على ادبك وسعه صدرك، زي ما يكون في قضيه حضرتك قاضي او مستشار وبعدين واحد فعل جريمه، المفروض اللي فعل الجريمه يتقبض عليه هو يتحاكم ويدخل السجن، مظبوط؟ ايه يا فندم؟ سوري معلش عيد السؤال تاني. نفس الطريقه زي ما يكون في قضيه في محكمه وحضرتك قاضي وبعدين في واحد ارتكب جريمه، المفروض اللي ارتكب الجريمه شخصيا هو اللي يتقبض عليه وهو اللي يتحاكم وهو اللي يدخل السجن، مظبوط ولا غلطان؟ يعني الصوت بيروح وبيجي، مش قادر افسر سؤال حضرتك. بتقول لو في قضيه وفي انا بقول لحضرتك انت حضرتك الان تفضلت وقلت لازم يكون المريض شخصيا هو نفسه شخصيا، ما ينفعش واحد ينوب عنه بالظبط عشان حضرتك نفس الطريقه. لو نفترض حضرتك قاضي في محكمه وفي واحد ارتكب جريمه المفروض اللي ارتكب الجريمه يتم القبض عليه ويتم محاكمته ويتم عقابه هو، لان هو مرتكب الجريمه، صح؟ بالظبط كده. بالظبط كده. طب يا فندم، ادم عصى الرب، لماذا يسوع يعني يسوع ما ارتكب الجريمه، لماذا يسوع يحاكم بدل ادم؟ يعني طبعا ده سؤال يعني مش هينفع اجاوب عليه في التليفون. يعني بعد اذنك حضرتك انت بتسال عن سؤال طبي، لو حضرتك عن سؤال طبي هنجاوب، اما لو سؤال بخصوص امور دينيه فدي مش بتنفع في التليفون الحقيقه. يا دكتور ديفيد، انا اتصلت بالبابا توادرس نفسه مرتين، البابا توادرس قال لي المكالمه الاولى دي مش مكانها التليفون يا فندم، بعد اذن حضرتك. لا، الكتاب بيقول كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من رجاء. حضرتك تفضلت وقلت المفروض المريض هو نفس المريض اللي يتم الكشف عليه. كلامك صح، ما ينفعش واحد ينوب عن المريض. نفس الكلام ووافقت على لو في واحد ارتكب جريمه المفروض اللي ارتكب الجريمه هو اللي يحاكم، ومثلا لو في اعدام يعدم. ازاي اجيب واحد بريء يتعرض هو للحكم الاعدام؟ هذا شخص بريء، هذا بريء. طيب بعد اذن حضرتك اديني فرصه ان انا اتكلم. لما اعرف هويه الشخص اللي انا بكلمه، لما يكون الشخص ده قدامي ساعتها انا هرد بكل سرور طبعا، الردود موجوده، كل حاجه موجوده. لكن حضرتك يا دكتور ديفيد، انا اتصلت بكل علماء المسيحيه في مصر، ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت. اعمل حضرتك بحث عن وسام عبد الله في قناه على اليوتيوب، ادخل القناه. اول اتصال على بابا توادرس نفسه، ابوك توادرس نفسه البابا، اتصلت عليه مرتين بالصوت، مرتين وانت عارف صوته. المكالمه الاولى قال لي هي دي مكالمه سليمه،
اقفل التليفون. البابا تودرس المكالمة الثانية، البابا تودرس كذب وقال لي أنا السكرتارية عشان يتهرب من السؤال، وبعد كده والاتصال موجود واسمعه في القناة. بعد كده حضرتك قال لي أنا أبونا بس مش هرد عليك. فحضرتك يعني راجع، بس حضرتك اعمل بحث عن وسام عبد الله. متشكرين يا دكتور. واحد مريض، المفروض المريض هو يتم الكشف عليه. واحد ارتكب جريمة المفروض يعاقب، مش البريء اللي يعاقب، مش البريء اللي يعدم. doesn't make sense. انت راجل دارس، يعني راجل حاصل على درجة الدكتوراه. شكرا دكتور ديفيد. كان معانا الهواء مباشرة الآن الدكتور ديفيد نعيم. الدكتور ديفيد نعيم رجل أرثوذكس من الكنيسة المصرية في مصر. طبعا انت شفت المنطق في موضوع ايه؟ موضوع مثلا واحد مريض او واحد ارتكب جريمه، المنطق بيقول المريض هو اللي بيكشف. المريض اللي بيعمل ايه؟ ما ينفعش واحد غير المريض اكشف عليه. ما ينفعش واحد بريء يحاكم ويعدم، ما ينفعش. والمجرم يكون المجرم نطلقه حر، ما ينفعش. اللي بعد. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد